تعالى اقول لكم على احلى ديب للمشروم واللبنه. خطير، لازم تجربوه ومش محتاجين تدفعوا الافات عشان تروحوا تاكلوه بالمطاعم. قدمته مع عيش تورتيه محمص وطلع يجنن. وصفه سهله جدا ومتاكده هتعجبكم، ومتاكده هتعتمدوا الوصفه دي على طول. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه. هنا معايا ده المشروم اللي استخدمته. استخدموا اي نوع مشروم متوفر عندكم، بس مهم قوي يبقى فريش. لو هو علب مش هيديكوا نفس النتيجه. هبدأ اقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان انا عايزة افرمه. طبعا نستخدم الكبير الصغير زي ما تحبوا، نستخدم المشروم البورتوبيلو او المشروم العادي الفاتح برضو ممكن. كل ده هيدينا نتيجة حلوة جدا. انا جايبه لكم نوعين من المشروم هستخدمهم، واستخدموا اللي يعجبكم والمتوفر عندكم. بعد ما قطعته هقطعه كله عشان اسهل عليا الفرم. بعد كده هضيف عليه فصوص الثوم. انا هضيف حوالي 6 فصوص من الثوم، واستخدمت حوالي علبتين من المشروم او اللي هو حوالي نص كيلو. بعد كده هفرمه فرم كويس جدا في الكبة، ودي النتيجة بعد ما فرمته. انا عايزاه يتفرم ناعم بالشكل ده عشان يبقى سهل جدا اندمجه مع اللبنة وباقي المكونات. بعد كده هنروح على النار. في الطاسة على النار هحط قطعة من الزبدة، ممكن نستخدم زبدة، ممكن نستخدم سمنة، ممكن زيت زيتون، زيت نباتي زي ما تحبوا. هنحط عليها المشروم اللي احنا عملناه فرمناه، وبعد كده هضيف عليه شوية توابل بسيطة جدا. انا هستخدم ملح وفلفل وكمون، مش هستخدم اكتر من كده. هنبدأ نقلب التوابل مع المشروم والزبدة لحد ما نسوي المشروم تماما. انا بحب افضل اقلبه لحد ما اسويه تماما. عايزاه يستوي على الاخر ويبقى طري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده خلاص هو بيكون استوى. هسيبه على جنب لحد ما يبرد، مش هينفع نستخدمه غير لما يبرد. بعد كده محضرة هنا لبنة. انا هستخدم لبنة وممكن جبنة كريمي عادي جدا المتوفر عندنا، وكل المقادير هكتبها لكم تحت الفيديو. هضيف عليها بقدونس متقطع، وممكن شبت لو متوفر او كزبرة، الطعم اللي تحبوه. وهضيف عليها مستردة. انا استخدمت المستردة دي، هضيف حوالي معلقة من المستردة. وبعد كده اخر حاجة بحب اضيفها رشة من زيت الزيتون، ممكن زيت نباتي زي ما تحبوا برضو. هنبدأ نضيف المشروم اللي برد، سيبناه لحد ما يبرد تماما. هنبدأ نضيفه، هنضيف كل الكمية، وبعد كده هنقلب كل المكونات مع بعض بالشوكة بالشكل ده. انا عايزة ادمج كل المكونات كويس جدا، وطبعا هندوق ونظبط الملح، ونظبط طبعا لو محتاجين فلفل او كمون تاني. ولو حسينا ان هو لسه ناشف شوية ممكن نضيف عليه زيت زيتون كمان. هحطه في طبق التقديم، وبعد كده هسويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ريحته يا جماعة تجنن، خطيرة. وطبعا هنزين الطبق في الاخر كده بشوية من البقدونس او الشبت، واكيد هنزينه بشوية زيت زيتون تاني من على الوش. وكده خلاص قدمته مع عيش تورتيه، قطعته وحمصته في الاير فراير او الفرن. جربوها ومتأكدة هتحبوها.